فشل عملية وفاة. شوفوا شكلها بقى عامل ازاي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصوا يا جماعة، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. أتمنى من حضراتكم تسمعوا الفيديو ده للنهاية، وأنا برضو كده كده مش هطول على حضراتكم. ولكن بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو وتحابيش الفيديو وإيه اللي حصل والكلام اللي بيتقال وهي عملت كده ليه، كل ده أمره سهل. ولكن الأفضل من كل ده إن أنت تمتع وتعطر لسانك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع سهل وبسيط، لا بقول لايك ولا بقول اشتراك، لأن حضرتك إنسان محترم وبتعمل اللي عليك وزيادة. بتعمل اللي عليك وزيادة، وعلى عيني وعلى راسي. كلكم على عيني وعلى راسي. ربنا يحفظكم. بصوا يا جماعة، القنوات كتير جدا، وكل قناة كل واحد حقه ان هو يشوف حاجة يتكلم عليها من وجهة نظره. ولكن امور كتير ما ينفعش ان احنا نزيد. يعني دي رسالتي الاول كده للقنوات اللي ممكن تودي في 60 داهية. بمعنى ان بياخدوا كلام، يعني زي مثلا وفاء لعملية التجميل اللي هي عملتها، حرفوا الكلام تماما. هي غلط غلط. في الحرام والحلال ربنا سبحانه وتعالى هو قادر على كل شيء، وهو يعني مطلع علينا جميعا. ما ينفعش ان احنا نغير في خلقة ربنا قولا واحدا. ولكن في الحلال والحرام ده حاجة ترجع للمولى عز وجل. طبعا الدين بيعرفنا الحلال فين والحرام فين. وطبعا حاجات كتيرة جدا. ولكن انا بشوف يعني قنوات كتير اتكلمت في الامر وتعليقات كتير جدا ان يا وفاء العملية بتاعتك دي هتفشل. العملية بتاعتك دي مش هتنجح، لان كان غيرك اشطر، كان غيرك عمل عمليات ونجحت. الشكل لما بيتلعب فيه ما بيرجعش زي الاول، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان واحسن خلقه. وهو يعني دي الحاجة اللي احنا ما ينفعش نقدر نغير فيها. دي يا جماعة انت يعني رسالة لحبايبنا اصحاب القنوات. عندكم نصيحة بالذات لما ندخل في اطار الدين او في حاجة، يعني عشان ما شتتش الانسان اللي عمل الفعل ده، وليكن وفاء عملت الفعل ده، ما شتتهاش بكلام وخلاها تعاند. لا، ده انتوا بقى ايه، هتقولوا حلال وحرام وينفعش ونتريق عليها وقصة زي كده. لا، هتبدأ تعاند. واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين العقل ده يبدأ يتنور بايه؟ باللي احنا هنقوله دلوقتي. بصوا يا جماعة، وفاء لما طلعت قالت ان عندها اللغد ده يعني مش احسن حاجة. لما عملت الرجيم وبدأت تنزل بوزنها، فبان في حتة لغد. وفي بعض الأطباء أو في هناك في تركيا قالوا ليها احنا ممكن نعمل نظام شفط أو نعمل عملية للغد ده بحيث إن هو ما يبانش وتفاصيل زي كده. فوفاء قالت يعني دخلت بقى في أمور الدين، لأن هي سمعت من الناس حلال وحرام وقصة زي كده. وفاء في حاجات غايبة عنها جدا جدا. يعني وفاء قالت في ناس يقول لك الحنفية حلال الحنفية حرام. لا يا وفاء، ما تبصيش لا الحلال والحرام والتشدد في الدين، وان الدين عسر مش يسر، وان انا لا خلاص انا يعني اعمل اللي انا عايزاه لان الناس ديت هتكرهني في حياتي. لا، الدين يسر وليه وسهل وبسيط جدا وابسط مما نتصور. ولكن احنا في ايدينا كل حاجة، عارفين كل حاجة. ربنا اعطانا العقل عشان نفكر في كل حاجة احنا بنعملها. دلوقتي يا جماعة، وفاء قالت باللفظ ان هو ربنا خلق الانسان بلغد وربنا خلق الانسان بكرش. طب ما لا احنا اتخلقنا بلغد ولا بكرش.
فبالتالي لو احنا شلنا الحاجات دي ما هياش حرام. قولا واحدا ما نقدرش نفتي، واحنا عندنا طبعا دار الافتاء والناس المشايخ والناس العظماء في الدين والفقهاء في الدين كتير جدا، ولكن اللي احنا نعرفه بشكل بسيط ما ينفعش ان احنا نعدل في خلق ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في امور ممكن لابد ان احنا مثلا في يعني حاجات في عيوب مثلا او حاجات بسيطه، مثلا بنشوف طفل يتولد بشفه اللي هي بيسموها الشفه الارنبيه، حاجات زي كده في دكاتره تتدخل يعني من تصحيح الوجه وليس تعديل الخلق، يعني ايه للمنظر الجمالي عشان خاطر بس ما يكونش في تنمر على الطفل ده او على الانسان ده. ولكن الامور اللي زي دي ما ينفعش بقى نقول فيها الحلال والحرام. ممكن هي تسأل، ممكن يعني تتدبر في ما بينها وما بين نفسها، ولكن ما اخدش نفسي كده واقول لا ده الحنفيه حلال الحنفيه حرام، ولا وانا خلاص يعني انت هتقول لي حلال وحرام، لا ده انا هعمل اللي انا عايزاه. لا يا وفاء، ما توصليش للمرحله دي، ما توصليش بفقهك وعقلك ان لا ان الامور ان الناس دي بتصعبها عليا. الانسان دايما بيعمل العمله وبيقعد بينه وبين نفسه في اي حاجه، يا رب سامحني، يا رب غلطه مش هعملها، طب اللي انا اعمله صح.